السلام عليكم صديقي طالب تاني اعدادي، ايه الاخبار يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب دايما تكون بخير. طلابنا حبايبنا طلاب تاني اعدادي في كل انحاء الجمهوريه، اهلا بكم يا شباب. معاكم مستر احمد الشريف مدرس ماده العلوم، وان شاء الله كده يا صديقي بدايه طبعا قويه جدا 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 في الترم الثاني. طبعا يا صديقي انا عارف ان كتير جدا 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 طلبوا مننا ان احنا نبدا ننزل منهج الترم الثاني لطلاب تاني اعدادي، ولكن يا صديقي معلش بقى يعني في شويه يعني تعب كده حصل لنا، فاتاخرنا في ان احنا نصور المحاضره دي. طبعا انا يعني بمجرد ان انا قدرت ان انا اصور لك المحاضره فانا بصور لك المحاضره والله يا صديقي، ولسه برضه تعبان. طيب فاتمنى كده يعني قبل ما نبدا بقى المحاضره انت عارف اللي فيها لايك شير اشتراك، اهم حاجه علشان الفيديو ده يوصل لكل طلاب الجمهوريه. انا عارف ان كتير جدا 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 طالبين مننا الفيديو ده، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المحاضرات الجايه باذن الله تعالى مش هتتاخر يا صديقي. وزي ما عملنا الترم الاول كنا بننزل محاضرات الشرح والمراجعات بتاعت امتحان الشهور وحل اسئله وكل ده، وكمان المراجعات النهائيه وليالي الامتحان يا صديقي، وزي ما ظبطنا معاكم الدنيا كلها وظبطنا لكم يعني الماده الترم الاول، والحمد لله الحمد لله الحمد لله طلبه كتيره جدا 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 على مستوى الجمهوريه سمعوا بس معانا هنا في الفيديوهات وقفلوا الماده بفضل الله تعالى. وبرضه طلابنا على المنصه، انا يعني خلاص مش هنتكلم عن المنصه كتير قوي، يعني انا مش محتاج ان انا اتكلم عليها يعني ولا على النظام اللي احنا عاملينه. فلو انت حابب تشترك ولا حاجه يعني هتلاقي في رقم في وصف الفيديو ولا حاجه او اول كومنت، يبقى يعني كلمهم كده شوف واعرف النظام والتفاصيل بتاعت المنصه. انا ما بحبش اقول يعني عن المنصه بتاعتنا يعني. طيب فطبعا يا صديقي الفكره كلها خلي بالك ان شاء الله الترم ده ترم قوي جدا جدا جدا. يعني اول درس ده لا درس من الدروس اللي احنا بنقول عليها منهج محترم، حاجه قويه جدا جدا جدا. وعلشان انت تبقى فاهم ومركز ومظبط الدنيا وتبقى مستوعب كل حاجه فيها، لازم الطريقه بتاعتنا اللي احنا بنعملها اللي انت متعود عليها من الترم الاول يا صديقي. فيلا بينا نبدا كده. ما تنساش الكومنتات الجميله بتاعتك يا صديقي علشان ده بتشجعنا كتير جدا جدا، واللايك والشير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا بيقول لك التغيرات الحراريه المصاحبه للتغيرات الفيزيائيه. ايوه يا مستر، يعني التغيرات الحراريه مصاحبه للتغيرات الفيزيائيه، يعني دلوقتي في حاجه لها علاقه بالحراره. خلي بالك بقى كده في حراره، ايوه الحراره ديت بسبب التغير الفيزيائي. لا انا كده فهمت يعني يا مستر. لا يا عم تعالى بس، والله انا كده لسه ما شرحتش. طيب انا يعني يا صديقي فيزيائي، بص يا صديقي انا متعود ان انا امسك اول حاجه بس كده العنوان هنا، لو انا شرحته لك هيلخص عليك الدنيا. لا يا مستر فهمني بقى اكتر بقى، ده الموضوع طلع مهم جدا اهو. تعالى يا صديقي اما اشرح لك. بص الموضوع كله ليه علاقه بالحراره، ماشي؟ الحراره لها كلمتين اتنين. هل انا بمتص امتصاص حراره، امتصاص الحراره، ولا بطرد ولا ايه، ولا طرد حراره؟ يعني انا بطلع حراره من جسمي. يعني انا مثلا من الفتره اللي فاتت كنت سخن، فانا دلوقتي كان في جسمي حراره، انا دلوقتي كنت باخد علاج، فالمفروض ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بخرج الحراره من جسمي، فانا بطرد الحراره من جسمي. طيب لو انا دلوقتي بقى قعدت في الشمس، فالمفروض ان انا بمتص الحراره اللي جايه من الشمس. يبقى شفت الفرق ما بين الامتصاص والطرد؟ حلو جدا. طيب بعد كده التغير الفيزيائي بقى. ايوه يعني ايه تغير فيزيائي؟ حالات الماده يا صديقي، يعني بالنسبه لحالات الايه؟ حالات الماده. يعني حالات الماده مش احنا عارفين ان التغير من الحاله الصلبه من الصلب للسائل ده تغير فيزيائي؟ في شكل الماده بس وليس في تركيبها، في حاله الماده وليس تركيبها. طيب من السائل للغاز غيرنا في الحاله بتاعت الماده، والعكس يا صديقي. حلو جدا. او حتى لما كنا بناخد التسامي والتساقط، ان احنا من صلب الغاز على طول او من غاز الى صلب دايركت مباشره. طبعا ده كده تمهيد لكل اللي احنا داخلين عليه. يعني اللي احنا داخلين عليه انا شرحته لك اهو، والله ما بهزر. يعني هو ده كل الموضوع، كل الموضوع، بس مش بالبساطه دي. يعني هنبدا بقى نفسر كلمه كلمه وحرف حرف. طيب يعني قبل ما نبدا، لو انت من الطلاب اللي حابين يشتركوا على المنصه، انا مش عايز اكتب حاجات كتيره بس انا هقول على السريع بس مش اكتر. طبعا ده الرقم اللي انت لو حابب تتواصل عليه اهوت. ده كده الرقم 0968 مثلا، يعني ده رقم التواصل. طيب اول حاجه طبعا ان شاء الله الفايل اللي احنا هنشرح منه ده اللي هو الفايل الجميل ده، الفايل ده طبعا هتلاقيه موجود مع اللي هم المشتركين على المنصه للاسف يعني. فده كده الفايل، دي اول حاجه فايل الشرح. طيب الحاجه الثانيه، وطلاب المنصه اللي موجودين هيسمعوا الفيديو ده، على فكره بيسمعوا الفيديوهات معاكم برضو، واكيد انا بقول اهو في طالب دلوقتي في المنصه بيسمع الفيديو معاك. طب ليه؟ لان انا بقول له اسمع الفيديو تاني. ايوه والله انا بشرح في الحصه وبنحل
وبنسمع بقى وامتحانات ومتابعه مع ولي الامر وكل الحاجات دي كلها. نظام قوي جدا 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 جدا. وبرضه بخليه يسمع معاك المحاضرات بتاعتك. يعني هو بياخد كل المحتوى اللي انت بتاخده اللي هو على اليوتيوب، وكمان المحتوى اللي هو بياخده على المنصه. يعني بياخد المحتوى مرتين بقى واكتر. يعني الشرح بيسمعه مرتين، الحل طبعا الحل ما فيش على اليوتيوب، بس الحل على المنصه، فالحل كل حصه. حلو جدا. فدي الفكره كلها، غير التسميع، غير الحاجات اللي احنا بنعملها في الحصه بتاعتنا. فانا قلت لك على السريع، وانت طبعا يا صديقي يعني ايه يعني كده، يعني تمام كده، كلام جميل. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ لما انت دلوقتي يا صديقي هتبدا، خلي بالك بقى كده، ايام كورونا كنا بنجيب كحول ونرشه على ايدينا. بص، هات كحول كده، او هات مثلا حاجه زي الكولونيا، هات رشها على ايديك كده، ايه اللي هيحصل؟ او برفيوم كده مثلا، بس هات كحول يعني. ايه اللي بيحصل؟ تلاقي فجاه ايدك بردت. ايه ده؟ انا اول ما ارش فعلا يا مستر كنت بحس بايدي بتبرد. ليه بقى بتبرد؟ هعرفك دلوقتي. طيب لو انت جبت صابون وبدات تغسل ايدك كده، هتحس بايدك انها بتسخن. ليه بتسخن؟ طب ما تيجي اما اقول لك الفرق ما بين الحاجتين دول. بص يا صديقي، اولا كده خلي بالك بقى معايا كده. بص، اول حاجه بتحصل ان انا دلوقتي ليه ايدي يا مستر بتبرد وليه ايدي يا مستر بتسخن. سيبك بقى من الكلام اللي موجود في المنهج، وتعالى اما اقول لك الطريقه بتاعتنا انت عارفها، ودي بقى اللي هتخليك فاهم اي حاجه في الدرس. ركز معايا. بص يا صديقي، انا دلوقتي انا بحس ببروده. ليه بحس ببروده؟ عارف انت يا صديقي لما تاكل كلوريتس او منتوس، ايوه المنتوس ده يا صديقي بقى اللي بيعمله، بيعمل ايه في الفم؟ بمجرد ما تشرب ميه تحس ان انت ايه ده؟ تلج يحيح، فتلاقيها تلج كده بارده، فتحس هنا بايه؟ ببروده. يبقى المنتوس يخليك تحس ببروده. طب لو انت اكلت شطه، الشطه بسميها شطه نار، يعني بتسخن، تحس ان انت سخنت كده فجاه، يبقى الشطه يبقى بتخليك ايه؟ بتخليك ساخن، يبقى شطه نار. سماها كده شطه ايه؟ شطه نار. يبقى الشطه النار هي اللي بتزود الحراره، انما المنتوس هو اللي بيديك البروده. هنا نفس الكلام. بص كده اهو، بيقول لك ايه؟ تشعر ببروده اليدين عند استخدام غسول مطهر. لان يا مستر المفروض ركز معايا بقى كده، ايدي لما رشيت عليها الكحول، يوم الكحول لما يطلع من ايدي، لما يتبخر من ايدي، يمتص الحراره، فحس باحساس المنتوس، بحس بانتعاش. يبقى هو دلوقتي لامتصاص الحراره من اليدين عند ايه؟ عند تبخر الكحول اللي موجود. بص يا صديقي، في حاجه بقى هتزعلك. مستر هو مين اللي امتص الحراره؟ الكحول ولا الايد؟ هو هنا بقى الموضوع كله. الكحول هل هو اللي امتص الحراره ولا الايد؟ مش انا قلت لك انا جاي اشرح، انا جاي افسر، ماليش دعوه انت سمعت ايه تاني يا صديقي. انا جاي افسر لك كل كلمه بكل الاحتمالات. يا عم الحاج، هو انا قلت لك انت جايب ايدك تحطها على الكحول ولا جايب الكحول على ايدك؟ انا جايب الكحول رشيته على ايدي، فعايز اعرف ايه اللي بيحصل للكحول، او الكحول بيعمل ايه. فالكحول بيمتص الحراره من الايد، يبقى انا جايب الكحول يبقى هو اللي بيمتص. ما تقوليش ايدي طردت حراره، ايدك ما طردتش حراره الا لما الكحول اللي امتص، يبقى الكحول اللي امتص الاول. تمام كده؟ طيب يبقى الوقت الامتصاص في نفس وقت الطرد، بس لو ما كانش في كحول ما كانش ايدك طردت حراره. يبقى الفكره كلها عند تبخر الكحول فهو امتص الحراره من الايد، يبقى ده تفاعل مص للحراره، امتص للحراره. فانت حسيت بالبروده لان انت اكلت منتوس. حلو قوي كده، ركز في الحته دي هتفرق معانا قدام. طب لو انت خلي بالك بقى كده، ليه بتشعر بالدفء؟ ليه بتشعر بالايه؟ ليه بتشعر بالدفء الايدين لما تستخدم مسحوق غسيل وميه؟ لان خلي بالك بقى كده، لما تستخدم مسحوق الغسيل والميه هتنطلق حراره اثناء ذوبان المسحوق في الميه، تقوم الحراره لما تطلع من المسحوق في ايدك. يبقى الانطلاق حراره من مين؟ من المسحوق. من المين؟ من المسحوق في ايدك، تقوم تخلي الايد ايه؟ الايد ساخنه. يعني كأن المسحوق ده شطه نار فسخن ايدك، يبقى شطه نار سخنت ايدك. انما لو منتوس برد ايدك. طيب او كلوريتس عادي، بس انا بحب اقول منتوس يعني. طيب فانا بالنسبه لي بص كده، تعد كل من عمليات تحول حالات الماده الى الثانيه، دي عمليات ايه؟ خلي بالك بقى كده، حراريه او عمليات فيزيائيه بيكون فيها يا اما ممكن يكون مص يا اما طارد. ايه ده؟ لا ثواني يا مستر انا مش فاهم يعني ايه. هقول لك يا صديقي، تعالى كده. مش احنا لما كنا بنحول من الحاله الصلبه
للحاله السائله. مش الحاله دي الحاله دي. مش انت هنا كده كنت بترفع درجه الحراره؟ ايوه. يعني ايه برفع درجه الحراره؟ يعني ايه برفع؟ ركز معايا كده، برفع درجة الحرارة. يعني أنا لو بسخنك فأنت بتمتص حرارة من الوسط المحيط، تقوم تسخن تقوم تتحول للسائل. هو ده اللي حصل. بص يا صديقي، أنا بقول لك أنا صلب أهو، أنا صلب، سخنت، رفعت، بص انت رفعت درجه حرارتي فانا سخنت، فانا اتحولت من الصلب الى السائل. فكده معناها، ركز بقى كده، معناها ان انت لما تتحول من الصلب تتحول للسائل، انت كده امتصيت حراره. يبقى امتص حراره، عشان كده تحول من الصلب للسائل. طب عشان اتحول من السائل للغاز، فانت كده امتصيت حراره فتحولت من السائل للغاز. يبقى هنا امتصاص، يبقى تفاعل ماس للحراره. يبقى اهو بص كده اهو، بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما تحول من الصلب للسائل ومن السائل للغاز، او تعمل التسامي اللي هو من الصلب للغاز، الثلاث حالات دول اسمهم، بص كده، انت بتسخن يعني بتكتسب طاقه حراريه، يعني دي عمليه مص للحراره. عمليه ايه؟ عمليه ماصه للحراره. كلام جميل. يعني بص، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى اول حاجه انا دلوقتي بسخنك، فانت بتمتص حراره، تقوم تسخن، تقوم ترفع درجه حرارتك، تقوم تتحول من حاله للتانيه. الحاله زي ايه؟ زي ان انا بحول من الصلب للسائل، او من السائل للغاز، او من الصلب للغاز مباشره، اللي هو التسامي. كده احنا خلصنا النص الاول، اللي هو ده ايه؟ هنا مص للحراره. هنا ايه؟ مص للحراره. كلام جميل. طيب لو انا جيت بقى على النص التاني، لو انت عكست من غاز لسائل، انت هنا بتفقد حراره، بطرد الحراره اللي عندي. هنا من سائل لصلب بطردها، انا بفقد. يبقى فقد الحراره اللي هو التبريد، انت هنا طارد للحراره. التبريد المنتوس، تبريد يبقى انت تطرد. تمام كده؟ انت بتعمل تبريد، بتطرد حراره. حلو قوي كده. لو انت حولت، بص كده، لو انت حولت من الحاله الغازيه للحاله السائله، من السائله للحاله الصلبه، من الغازيه الى الصلبه مباشره، يبقى انت كده في الثلاث حالات اللي هم بقى التانيين، اللي هم بيفقدوا حراره، يعني بيطردوا حراره، فانت كده في حاله الطارد للحراره. كلام جميل، كلام جميل. يبقى انت تقعد كده مع نفسك وترتب مع نفسك الموضوع. خلي بالك بقى كده معايا. اولا اهوت هاجي احل معاك دلوقتي كام مساله. تعالى يا صديقي حل، شوف هنفكر ازاي مع بعض. بيقول لك ايه؟ بيقول لك صنف العمليات الاتيه الى عمليات مص الحراره وعمليات طارده للحراره. طب يا مستر معلش، يعني بعد اذن حضرتك يعني كده، ويعني مص الحراره يعني بتمتص حراره. التسامي ده بيمتص حراره فيتحول من الصلب للغاز، يبقى ده مص للحراره. طيب انصهار الجليد، او خلينا في 2، تكثف ابخره البروم. انا كثفت، يعني بفقد حراره، بفقد طاقه حراريه. هو انا لما افقد حراره يا مستر معناها ان انا بعمل ايه؟ هنا مص ولا طارد؟ انا هنا بطرد الحراره، يبقى طارد للحراره. طيب انصهار الجليد ده يعني انصهار، يبقى بحول من الصلب للسائل، يعني بكتسب حراره، يبقى انا بمتص حراره. تجمد الميه، هنا تجمد الميه، يبقى انت بتحول من ايه لايه؟ من السائل الى الصلب، يبقى انا هنا بطرد الحراره، طارد الحراره. تبخر الكحول، ده اول سؤال انت هتحله معانا في المحاضره. طبعا انت عارف من الترم الاول، تكتب الاجابه في الكومنتات يا صديقي، حل السؤال يا صديقي. بس هو ده كل الموضوع اللي انا محتاجه منك. كلام جميل. طيب بعد كده انا بشوف المايك. بعد كده بيقول لك ايه؟ تطبيق تكنولوجي دوره التبريد في الثلاجه. مستر انا عايز ابرد في الثلاجه، ابرد ازاي؟ تعالى يا صديقي هخليك تحفظها بطريقه سهله ولذيذه وعسل جدا زيك كده. اولا بص، هو الفكره كلها انت عندك الايه؟ عندك ثلاجه صح ولا ما عندكش ثلاجه؟ لو انت ما عندكش خلاص بقى اقفل الفيديو، ما تكملش معانا بقى. يعني لو انت ما عندكش ثلاجه فانت تقدر تقفل الفيديو دلوقتي وما تكملش معانا. بص الفكره كلها ان انا دلوقتي عايز ابرد. هتبرد ايه؟ طعام داخل الثلاجه سخن، عايز اخليه بارد. الحاجه الثانيه والمشكله ان انت السخونيه اللي انت خدتها دي عايز ترميها بره الثلاجه، عشان كل ما تدخل سخن ترميها بره الثلاجه. وصلت. طيب بيقول لك ايه؟ اول حاجه التمدد والتبخر. سيبك من الكلام بقى، هاخد بس نفس يا صديقي، انت عارف ان لسه اعراض البرد موجوده وهرجع لك تاني. بعد كده بقى يا صديقي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل دلوقتي ان احنا هناخد بقى فكره عمل ايه؟ فكره عمل اللي هو دوره الثلاجه. طيب او دوره التبريد في الثلاجه. اولا الاكل او الطعام بيبقى موجود هنا كده يا صديقي، بيدخل الثلاجه كده. كلام جميل. طيب ايه اللي بيحصل؟
اللي بيحصل بعد كده ان انت تسمع عن حاجه اسمها سائل الفريون اكيد. فسائل الفريون ده خلي بالك، انا عندي الفريون، خلي بالك بقى كده، انا عندي الايه الفريون، وانا قلت لك ان الفريون ده بيكون ايه؟ بيكون سائل. حلو. فيقوم سائل الفريون ده ايه اللي بيحصل بقى؟ هو سائل، كلام جميل، فيبدا ان هو يمتص الحراره. هيبدا ان هو يمتص الايه؟ هيبدا ان هو يمتص حراره الاطعمه. طب ازاي يا مستر؟ بص يا صديقي، اولا انا دلوقتي كسائل اهوت سائل. طيب انت او لو امتصيت الحراره بتاعت الطعام ايه اللي هيحصل لي؟ هتحول من سائل الى غاز، فيقوم سائل الفريون يمتص حراره الطعام، فبقى اصبح ان حرارته بقت عاليه، فيتحول سائل الفريون دهوت الى غاز بارد. في الوقت ده هو دي عمليه الامتصاص، فبنقول عليها عمليه مص الحراره. مش انا قلت لك الامتصاص يعني مص الحراره؟ فهو عشان يتحول من السائل سائل الفريون، لما تحول من سائل فريون الى غاز بارد، معنى كده ان هو عمل عمليه امتصاص للحراره. حلو. مستر هو ازاي عمل امتصاص للحراره؟ هي دي النقطه. خلي بالك بقى كده، انا ممشيه في انابيب، خلي بالك ممشيه في ايه؟ ممشيه في انابيب. بعد كده وانا بمشي في انابيب، الانابيب مثلا القطر بتاعها كده، بعد كده جيت رايح جاي عامل انبوبه صغيره او صمام. الصمام ده بيكون اصغر. عارف انت لما تكون في الامتحان او تكون في ايام الامتحانات وتكون في الايام العاديه، ففي الايام العاديه احنا بادئين الترم اهو، انت بتقول ايه؟ ان شاء الله هذاكر اول ما الدراسه تبدا، تلاقي اسبوع رمضان، فتقول ايه؟ ان شاء الله اول رمضان بقى هبدا جد 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 جد، والتزام بقى صلاه وصوم ومش عارف ايه وبتاع. تيجي اول رمضان تقول بقى خلاص بعد رمضان بقى ان شاء الله، بص اول يوم العيد يخلص العيد، تقول عدي الثلاث اربع ايام بتوع العيد بقى، وبعد كده ابدا اذاكر جد 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 قوي. تيجي بقى بعد 10 يوم العيد، تقول 10 يوم العيد اصل انا عندي فرح اليوم ال 12 بتاع العيد، ماشي كده؟ طيب فتيجي تقول ايه بعد الفرح ان شاء الله ما هذاكر قوي قوي قوي. تيجي تلاقي نفسك هوب في الامتحانات. ايوه تعمل ايه بقى؟ تيجي يوم الامتحان انت طول السنه ماشي بالشكل ده، تيجي على الامتحانات تلاقي الضغط بتاعك زاد. ليه بقى؟ انا عايز اذاكر علوم وعايز اذاكر عربي وعايز اذاكر دراسات وعايز اذاكر انجليزي وعايز اذاكر دين، وهات لي مش عارف الفيديو بتاع المستر كذا والمستر كذا والمستر كذا. ايه ده؟ وعايز كل دول، وتلاقي نفسك عايز تذاكرهم كلهم في نفس اللحظه، وتلاقي الماده لازم لها اخرها بالكتير مثلا يومين ثلاثه عشان تخلصها، فانت اتحطيت في ضغط ابن لذينه لازم تكون قده بقى. فدلوقتي الضغط بقى لما تتحط في ضغط مرتفع كانك بتسخن بتعرق كده يا صديقي، فايه اللي يحصل؟ فانا بسخن الحاجه فتحول السائل لما تحطه تحت ضغط مرتفع، لما تخليه يمر خلال صمام ضيق، الوقت ضيق مش هلحق اذاكر للامتحان، فهيتحول من سائل الى ايه؟ الى غاز بارد. يتحول من سائل الفريون الى غاز ايه؟ الى غاز بارد. كلام جميل. ايه المشكله والحوار والموضوع؟ ان الغاز البارد ده للاسف هيفضل موجود في الثلاجه هنا كده مثلا يعني. طب يا مستر انا عايز اطلع الغاز البارد ده. بص هو الغاز البارد عشان يتحول لسائل لازم يفقد الحراره اللي جواه. ده هو بارد اصلا يا مستر. طب ما انا عندي فكره، سخنه يقوم يطلع حراره، يعني يمشيه في مكان يطلع الحراره، يقوم لما يبرد يرجع سائل. طب اسخنه ازاي؟ خلي بالك بقى كده، هنوديه في الضاغط اللي هو موتور الثلاجه، فيقوم الضاغط اللي هو موتور الثلاجه يسحب الغاز البارد دهوت ويقوم يضغطه فترتفع درجه حرارته، يعني بيرفع درجه حرارته. يعني انا دلوقتي كنت غاز بارد في الاول، بعد كده بقيت غاز ايه؟ بقيت غاز ساخن. كنت غاز بارد بقيت غاز ساخن. حلو، انا رفعته يبقى انا سخنته، طب ما يلا نكثف عشان نرجع للسائل. يقوم بقى بعد كده نكثف الغاز الساخن دهوت لما يمشي في الانابيب اللي موجوده في ظهر الثلاجه. شايف الانابيب ده اهي؟ ايوه الانابيب ده هي بقى لما تمشي في ظهر الثلاجه تلاقي ظهر الثلاجه فيه صهد نار، يعني لما تحط ده كده ورا الثلاجه تلاقي فيه صهد نار. ليه يا مستر؟ علشان الثلاجه بتطلع عن طريق الانابيب دي الحراره اللي موجوده في الغاز، فبتكثفه وترجعه لسائل الفريون مرة تانية. يبقى بتكثفه وترجعه لسائل الفريون مرة تانية. كده انت امتصيت حرارة ولا طردتها بره؟ طردت الحرارة يا مستر، يبقى دي عملية طاردة للحرارة. كلام جميل، بس خلي بالك انا كده بعمل العمليه دي بشكل مستمر بشكل دوري. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه معايا سائل الفريون، ببدا بالسائل برجعه سائل مره ثانيه. السائل انا بعمل فيه ايه؟ بمتص الحراره الساخنه فتحول لغاز، بس الغاز بارد عايز اتخلص من حرارته اللي هي جواه. هو مش ساخن قوي
لدرجه انه يقدر يعني الحراره تخرج منه. هو جوه الثلاجه مثلا دلوقتي بالنسبه لي بارد، فانا عايز اتخلص منه، اول ما اوديه للموتور يقوم الموتور يضغطه، فلما يضغطه بص كده، لما يضغطه يرفع درجه حرارته، فترتفع درجه حرارته، فلما ترتفع درجه حرارته يتحول كده، انا بقى عندي غاز ساخن، هاخد الغاز الساخن امشيه في الانابيب اللي في ظهر الثلاجه. عشان كده يقول لك سيب مسافه ما بين الثلاجه والحيطه علشان تطلع الحراره ويحصل تبادل ما بين الحراره والايه والجدار بتاع الايه او الهواء اللي موجود في الاوضه. حلو. بعد كده ويصحب ذلك انت طردت حراره، انت دلوقتي كثفت الغاز الساخن رجعته لسائل مره ثانيه، لاصله مره ثانيه اللي هو السائل. فده عمليه الايه؟ التكثف، اللي هو انت كده طردت ولا امتصيت؟ طردت حراره. كلام جميل. طبعا الكلام ده طبعا الاهميه بتبرد الاطعمه اللي هي موجوده جوه الثلاجه عن طريق ان هي بتنقل الحراره بشكل مستمر من جوه الثلاجه، تاخدها من جوه الثلاجه تطلعها بره الثلاجه. شكرا. طب تعالى بقى نفهم يعني ايه دوره الايه؟ دوره التبريد في الثلاجه. خلي بالك انا بس عايزك تسيب الكلمتين دول دلوقتي. هي عمليه حراريه بيتم فيها سحب الحراره اللي موجوده جوه الثلاجه وتنقلها لبره اللي هو الوسط المحيط. حلو. باستخدام حاجه اسمها سائل التبريد اللي هو مين؟ اللي هو الفريونات. طب يجي يقول لك لماذا نستخدم سائل التبريد؟ لان سائل التبريد اولا هو بيكون نظيف للبيئه، ثاني حاجه لانه بيسحب الحراره اللي موجوده جوه الثلاجه ويطردها خارج الثلاجه. كلام جميل. طيب عمليه حراريه مغلقه ومتكرره، متكرره طوال اليوم طول ما الثلاجه شغاله، طوال الايه؟ طول اليوم. حلو. طيب عمليه مغلقه لان هي جوه الثلاجه، والفريون ده هل الفريون ده بيخرج بره ولا حاجه، ولا هي لف بينا يا دنيا لو واخينا يا دنيا هاتينا جوه الثلاجه شويه، هاتينا جوه الثلاجه شويه، يعني بيفضل في الثلاجه رايح راجع رايح راجع رايح راجع في قلب الثلاجه نفسها يا صديقي. حلو كده؟ كلام جميل. طيب يلا على اللي بعده. بيقول لك ايه بقى؟ التغيرات الحراريه المصاحبه لعمليه الذوبان. يا صديقي مش انا قلت لك لو انت جبت منتوس دوبته في ميه بتبرد، لو انت جبت شطه نار بتشطشط بتبقى نار كده يا صديقي، بتبقى ايه؟ بتبقى نار، بتبقى ساخن. هي دي الفكره. فحراره الذوبان هي كميه الحراره اللي انت امتصيتها او اللي انت طلعتها او اللي انت اطلقتها لما تجيب كميه من المذاب اللي هي مين يا مستر؟ خلي بالك بقى كده، يا اما المنتوس، ما هو ده المذاب، المنتوس ماشي كده، او اللي هو غير المذاب عندنا مين؟ عندنا طبعا الايه؟ الشطه نار. فلو انت جبت ده او ده المذاب، لما تدوبهم في حجم معلوم من المذيب اللي هو الميه، يبقى انت لما تجيب المادتين دول وتدوبهم في الميه هنشوف ايه اللي هيحصل هنا وايه اللي هيحصل هنا. فالشطه تديك حراره، انما الميه المنتوس يديك ايه؟ يديك بروده. المنتوس يديك ايه؟ يديك بروده. هي دي الفكره كلها. طيب حلو. سيبك بقى، انا بقول لك اهو، سيبك من النظام والوسط المحيط اللي هو بيقول لك عليهم دول، سيبك منه، ما تسمعلوش الكلام. هوري لك كمان شويه ان دول حاجات عبيطه قوي، بس خلي بالك دلوقتي. يصاحب ذوبان اي ماده اللي هي مذاب في ماده اخرى اللي هي المذيب فقد او امتصاص حراره. ماشي، ما احنا قلنا الكلام ده. طيب فسمينا الطاقه الحراريه اللي بتطلع وبتدخل ديت اللي هي الطاقه الايه؟ الطاقه الحراريه او المحتوى الحراري. حلو. تعالى بقى ركز معايا. بيقول لك ايه؟ لو انت جبت ماده، تعالى عشان هسمي لك الماده ديت اسم دلوقتي. الماده ده اهي دوبتها في 100 مللي من الميه، يعني حجم معلوم من الميه. درجه حراره الميه 25 في البدايه. بعد كده لما جينا قسنا درجه الحراره بعد كده لقيناها 35. يا عم الحاج انت فاكرنا ايه؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ هو انت فقدت حراره ولا زدت في الحراره؟ مستر انا زدت في درجه الحراره يا مستر، انا زدت. مين اللي زاد يا صديقي؟ مين اللي زاد؟ سؤال واحد بس كده، مين اللي زاد في الحراره؟ مين اللي زاد؟ انا اللي زدت يا مستر. ايوه انت مين؟ قول لي انت مين؟ قول لي عايز ايه؟ قول لي مين اللي زاد؟ ال NaOH ولا الميه؟ مين اللي زاد؟ ايوه هي هنا النقطه اللي بتوقع كل الطلبه. ركز بقى معايا، انا جاي افسر لك والله العظيم. بص مش هتلاقي حد بيفسر لك كلمه كده. بص يا صديقي، الفكره كلها ان انت عندك ميه، ايوه، وعندك NaOH، عندك الماده. حلو. فالماده ديت بص كده طارده للحراره.
تقوم تطلع حرارة فتزود حرارة المية. يبقى المية لما درجة حرارتها من 25 اتحولت ل 35، إذا المية كده طاردة للحرارة. مش المية، ال NaOH طارد للحرارة. يبقى ما هو؟ بص كده، الطارد للحرارة أو الذوبان الطارد للحرارة. بص كده، انطلاق طاقة من، خلي بالك بقى كده، من المادة المذابة، من المادة إلى المية، أو من المادة إلى الوسط المحيط. يبقى أنت بتنقل الحرارة من المادة للوسط المحيط، من المادة للوسط المحيط. حلو قوي كده. يعني أنا عندي المادة اللي هي ال NaOH جت رايحة مدية حرارة للمية، تقوم المية تسخن. يعني دي إيه بقى يا صديقي؟ نسميها إيه؟ نسميها شطة نار. نسميها إيه؟ شطة نار. يبقى الشطة نار بتسخنها، يبقى ده طارد للحرارة. شطة نار بتسخنها، يبقى طارد للحرارة. يبقى انت كده حسيت ان انت سخنت، ان انت درجه حرارتك زادت. يبقى المركبات اللي انا هاخدها كده اسمها مركبات طارده للحراره. خلي بالك بقى كده، اسمها مركبات الشطه نار. مركبات الايه؟ الشطه نار. يعني هيدروكسيد صوديوم طارد للحراره، كلوريد كالسيوم طارد للحراره، كربونات صوديوم طارد للحراره. هتحفظهم للثلاثه. ركز معايا بقى كده. اي حاجه غير متهدرته يعني لا مائيه، اي واحده من الثلاثه دول اعرف ان هم طاردين للحراره. يبقى اي كلمه تقابلك من الثلاثه دول او من الثلاثه دول اللي هم فيهم غير متهدرت او لا مائي، اعرف انه على طول طارد للحراره. الشطه نار، فسميهم كده. طيب تعالى بقى ندخل على النوع الثاني. تلاقي نترات امونيوم NH4NO3. الاول الميه كانت 25، الميه بقت 19 يا صديقي. اللي حصل فقد حرارة، حصل امتصاص حرارة يا مستر. يعني كده يا مستر انا عندي الفم، المية كنت مدخلها في الفم مثلا كانت 25. لما كنت باكل منتوس فانا حطيت المية على المنتوس. ايه اللي حصل يا مستر؟ لقيت الفم درجة الحرارة بتاعته زادت ولا قلت؟ قلت يا ابني. ما هو بقى بارد يعني قل، صح؟ يقول لك انت عيل بارد يلا، انت درجة حرارتك قلت. فكلمة بارد، ماشي، انا مش عارف انا بعلي صوتي وانا تعبان ليه. فكلمة بارد، شفت انا عشان بحبك والله يا صديقي. كلمة بارد معناها ايه؟ معناها ان انت درجة حرارتك قلت، يبقى انت امتصيت الحرارة. يبقى التفاعل المص للحرارة مصحوب بيه ان انت امتصيت طاقة حرارية، امتصيتها من الميه او امتصيتها من الوسط المحيط. يبقى الماده امتصيتها من الوسط المحيط او من الميه. ماشي كده؟ حلو. ما هو بيقول لك هنا ان هو بيقول لك ايه؟ لما تدوب ماده في الميه فانا امتصيتها من الوسط المحيط. يعني ايه امتصيتها في الوسط المحيط؟ يعني ايه؟ ما هو الفكره كلها انا جبت ميه مع ماده فكانك بتمتصها من الميه، وده اللي خلى درجه حراره الميه ان هي بتقل. حلو كده؟ يعني الميه نفسها تيجي تلمس الميه تلاقي الميه نفسها بردت، الميه نفسها وصلت. حلو. وبعد كده هتلاقي الكلام ده كله الوسط المحيط برضه، ما بغلطش الكلام اللي هو بيقوله. طب تعالى كده بقى، يبقى دي مركبات المنتوس. الايه؟ المنتوس. حلو كده. نترات امونيوم، كبريتات بوتاسيوم، بيكربونات صوديوم. ما في اصل انا مش هحفظك فيهم حاجه، بس انا هحفظه لك ان كلمه متهدرت او كلمه مائي اعرف على طول ان هم مص الحراره. يبقى انت عندك الغير متهدرت اللامائي ده طارد الحراره، مركبات الشطه نار، المركبات اللي بتسخن، المركبات اللي بتطلع حراره، اللي بتزود درجه الحراره. هنا بقى المركبات دي بتفقد درجه الحراره، بتقلل درجه الحراره، بتمتص الحراره. كلام جميل. طيب خلي بالك بقى كده، هي بتمتص الحراره فبتحسسك بالبروده، انما دي مركبات الشطه نار بتحسسك بالحراره العاليه. فلما اجي اسالك التغير في المحتوى الحراري، انت كنت في البدايه 25 في حاله الطارد، انا طلعت لك انا شطه نار بقيت سخن كده يبقى بقى 35. فبقول لك خلي بالك بقى كده، فبقول لك ايه؟ فبقول لك ان درجه الحراره، ركز معايا بالله عليك في اللي جاي ده، درجه الحراره النهائيه، خلينا هنا كده اهوت، درجه الحراره النهائيه اللي هي 2 اكبر من درجه الحراره الابتدائيه اللي هي T1. ركز معايا بقى في اللي جاي واكتب عندك الكلام ده. فلما اجي اعمل دلتا تي اللي هو التغير، مقدار التغير في الحراره، هيساوي T2 ناقص T1
طب يا مستر تي 2 هنا في المسألة ب 35 ودي 1 ب 25، يبقى 35 ناقص 25 بكام؟ ب 10. ايه ده؟ انا استفدت حاجة، ايه هي؟ القيمة اللي طلعت لي طلعت موجب. ده مهمة بقى يا مستر؟ يا صديقي مهمة. يبقى لما تيجي عند التغير وترة الحرارة مركبات الشطة نار اللي بتخلي الحرارة عالية، تقول له ان الدلتا تي لازم تكون ايه؟ بالموجب. شكرا ليك يا صديقي. طب يا مستر طالما دي موجب هتبقى دي سالب. بالظبط، برافو عليك، شاطر يا صديقي. ما هو يا صديقي الفكره كلها هم عكس بعض، يعني هتلاقي التي 2 اصغر من التي 1. اذا كده يا صديقي ان الدلتا تي هتساوي ايه؟ تي 2 ناقص تي 1 اللي هو 19 ناقص 25 هتطلع بالسالب. يبقى سالب. يبقى دلوقتي مركبات المنتوس اللي بتحسسك بالانتعاش والبرود ده، فالدلتا تي فيها بتكون بالسالب. فدي بص كده، الارتفاع في درجة الحرارة، الارتفاع في ان انت بتطلق حرارة، في انطلاق حرارة، مقدار الارتفاع في انطلاق حرارة، مقدار الارتفاع بقى كده في انك بتطلق ولا بتمتص؟ في امتصاص حرارة. شوف انت بتمتص قد ايه. هي دي الفكرة كلها يا صديقي. كلام جميل. طيب بعد كده انت حفظت المركبات دي، ما سبتلكش اي حاجه، بس في حته بيحطها، البوليسترين العازل. هو هيقول لك المعلومه تحت كده كده في الفايل، ما الفايل بتاعنا يا صديقي ما احنا عارفين اللي فيه. هو هيحط البوليسترين العازل. البوليسترين العازل ده اهميته ايه؟ بيعزل الحراره ما بين انه ياخد حراره من بره ويدخلها جوه، او يطلع من جوه يطلعها بره. ما انت خدت الكلام ده في الدرس الرابع صح كده؟ في الدرس الرابع في الترم الاول يا صديقي، في الوحده الاولى لما كنا بنقول البوليسترين العازل في ان احنا نعمل به الجدران. فاكر يا صديقي لما كنا بنشرح الحمل الحراري ومش عارف ايه؟ يا صديقي يا صديقي صح ولا ما كانش بتاع الحمل الحراري؟ كان في درس الحمل الحراري تقريبا صح كده؟ صح كده تقريبا على ما اتذكر يعني. طيب ماشي، نفس الفكره هنا يا صديقي. انا محتاج الحته دي بس، حته بسيطه كده. بيقول لك ان النظام هو المحلول اللي هو المذاب والمذيب. والله العظيم انا مش معترض، النظام فعلا هو المذاب والمذيب. كلام حلو وكلام جميل، بس يا عم الحاج انت وضحت لي ده وانت بتعمل التجربه. هو انت قلت لي انت رفعت درجه الحراره بتاعت مين؟ الوصل المحيط. طب لما جيت قست بالترمومتر قست الهواء يعني انت قست الهواء بالترمومتر، الترمومتر والكوب والهواء داخل الكوب، فانت قست الهواء يعني ولا انت قست ايه بالظبط؟ هو ما كانش موضح ده قوي في التجربه. فانا بتكلم انا عموما يعني انا معاك ان المحلول هو المذاب والمذيب. بس انت لما تيجي انت كطالب ماليش دعوه بالكتاب، انت كطالب لما تيجي اشتغل على مين؟ على الميه والماده. الماده مع الميه ايه اللي يحصل؟ ايه اللي انت بتحسه؟ الميه سخنت فسخنت الوسط المحيط، الميه بردت فبردت الوسط المحيط. هي دي الفكره. فانت مشيها على الميه وبالتالي الوسط المحيط. وصلت؟ كلام جميل. اللي بعده يا صديقي، تعالى ده احنا ماشيين زي العسل اهو. بص، يمكن زياده العزل الحراري لما تحط البوليسترين اكواب من البوليسترين. حلو. طيب مش انا قلت لك يا صديقي، ركز بقى معايا كده، ان الماده الغير متهدرته كلوريد ليثيوم كلوريد كوبالت كبريتات نحاس. ركز بقى معايا يا صديقي، مش انا قلت لك ان الماده الغير متهدرته طارده للحراره؟ يعني ايه يا مستر طارده للحراره؟ تعالى بقى عشان اللي جاي مهم. بص يا صديقي ركز معايا، مش انا قلت لك، انت قلت لي ايه؟ انا قلت لي ايه؟ تعالى اما اقول لك. بيقول لك انا دلوقتي عندي ماده غير متهدرته. مش انا قلت لك ان الماده الغير متهدرته كانت في حته الطارد للحراره؟ ايوه، لان انا بعمل لها تفاعل طارد للحراره واقدر احولها لماده متهدرته. ده ازاي ده؟ هو يعني ايه ماده غير متهدرته؟ يعني لا مائيه. طب يعني ايه ماده متهدرته؟ يعني عندها الميه. حلو، كلام جميل. طب يا مستر انا اعمل ايه دلوقتي؟ يا ابني الله يرضى عليك، انا مش عارف بقول لك لا مائيه؟ ايوه، ودي مائيه. طب ما هي حل نفسها اهي، ما تحط عليها ميه. انا ماشي، انا معاك، انا حطيت عليها ميه. هو انا لما احط ميه هو ايه اللي هيحصل؟ ما خلاص بقى، هو انا لما احط عليها ميه هو ايه اللي هيحصل؟ انت لو ضفت على الماده الغير مائيه او الماده اللامائيه ميه هتتحول لماده، بص كده، هتتحول لماده متهدرته يعني مائيه. طب ماشي، ايه علاقته بالتفاعل؟ هي دي الفكره كلها. بص يا صديقي، انا دلوقتي عندي ماده
لا مائية. لا مائية، مش مية. مش مية يعني صلبة، مش مية يعني صلبة. حطيت عليها مادة، حطيت عليها مية، فبقت بدل ما كانت صلبة بقت سيمي صلبة، يعني سائلة، نص صلبة مع سائلة، يعني احنا هنقول عليها بقت سائلة. فانت لما تحول المادة، افهم كده، لما تحولها من الحالة الصلبة الى الحالة اعتبرها كده الى الحالة السائلة، مع انها بقت مائية بقى. حلو، مش انت كده ضفت مية؟ طب هو انت لما تحول من الصلب للسائل، خلي بالك بقى كده، من الصلب، ركز معايا، من الصلب ماشي اللي هو الغير متهدرج، ما انا هاجي اخد لك في التفاعل اهو، بص كده، من الصلب اللي هو الغير متهدرج هحوله للسائل اللي هو المتهدرج، ايه اللي هيحصل عندي؟ ايوه، انا ضفت ميه. طب حلو، انت كده عملت ايه؟ طرد الحراره ولا امتصاص الحراره؟ طب ثواني بس يا مستر، مش انت يا مستر كنت بتقول لي التكثف والتجمد، وكنت بتقول لي برضه حاجه زي التساقط، كنت بتقول لي دول يا مستر طاردين الحراره، صح؟ مش امتصاص، صح؟ طب ما المفروض هنا يا مستر تقول لي ان هو امتصاص الحراره. حلو، هنا بقى الهبد اللي بيحصل كله اللي بيخليك انت مش فاهم الموضوع. انا قلت لك هو مين اللي بيمتص ومين اللي بيفقد؟ تعال احسبها وبعدين هتعرف ان انا كلامي صح. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت قصدك على مين امتص حراره ومين فقد حراره؟ لا، مش فاهم. يعني ايه مين امتص حراره ومين فقد حراره؟ ايوه، يعني انت دلوقتي لما حطيت ميه، مين اللي امتص حراره؟ ما انا قلت لك انا طارد الحراره. يعني اعمل ايه طارد الحراره؟ يعني انا كاني طلعت حراره. ايوه، يعني انت طلعت حراره. مين اللي طلع الحراره هنا؟ هل كبريتات النحاس هي اللي طردت الحراره؟ هو المركب ده هو اللي طرد الحراره، هو اللي طلع الحراره فتحول للحاله دي، ولا الميه نفسها اللي طلعت الحراره؟ تصدق يا مستر انا اول مره اخد بالي. يعني انت ممكن تكون خدت درس بس انت لسه واخد بالك من النقطه دي، انت مش فاهم يا مستر هو ازاي احط ميه وفي نفس الوقت يبقى طارد حراره؟ يا مستر مش الميه بتبرد؟ هو انت بتحسب الطارد ولا المص بالنسبه للميه؟ يا ابني بالنسبه للماده اللي احنا بنشتغل عليها. مش انا قلت لك الماده اللي هي بتكون اي واحده من دول شطه نار حراره عاليه؟ طب ما هو يبقى انا هنا، شوف انا قعدت الففك عشان توصل للحته دي عمرها ما تطلع من دماغك. يا ابني الماده نفسها بتطلع لوحدها حراره لان هي طارده، هي طارده للحراره، فلما تحط عليها ميه فهي هتطلع حراره على الميه، فانت كده سخنت. وانت لما تسخن انا عملت تسخين، انا زودت حرارتك فحولتك من الصلب الى الايه؟ الى السائل. بس هو ده كل الموضوع. كلام جميل، كلام جميل. طيب عمليه مص الحراره، ايوه انا كماده، ركز، انا الماده همتص حرارتك، فده اسمه كده تسخين. مش فاهم يعني ايه تسخين؟ فانا كده همتص الحراره. ما هو يا ابني انا هسخن الماده دي، هسخن السائل، فلما سخن السائل هيرجع لاصله مره ثانيه، هيرجع من السائل الى الصلب، فانت كده انا كماده امتصيت الحراره منك. طالب دلوقتي بيقول لي مستر هو مش انت كنت بتقول هنا ان التسخين ده مص الحراره؟ طب ما هو انا بقول التسخين مص الحراره. مستر هو مش انت كنت بتقول ان التسخين بحول من الصلب للسائل؟ مستر هو انت بترجع في كلامك؟ لا. امال يا مستر انت عملت ايه؟ اللي انت عملته دلوقتي يا مستر، ما انت قلت فعلا يا مستر التسخين انك اكتساب طاقه حراريه، يعني انت بتحول من الصلب للسائل. انت دلوقتي حولتني من السائل للصلب، هو ايه اللي انت عملته ده يا مستر؟ هي دي النقطه اللي كله بيسال فيها، هو احنا عملنا ايه بصراحه بقى بجد يا ابني؟ خلاص بقى، هو احنا عملنا ايه؟ يعني هتفضل ترن لحد بكره الصبح. هو احنا عملنا ايه فعلا بجد بقى؟ بجد انا قلت لك ما تخلطش بالله عليك ما بين الميه والماده، الميه لوحدها والماده لوحدها. انت الماده نفسها، تعال نفهم لوحدها كده بس، بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله. الماده نفسها بتمتص الحراره،
لما انت تسخن، شكرا خلص الموضوع، ما توجعش دماغك بقى. لما انت تسخن فهي بتمتص الحراره. الماده نفسها لما انت تحط ميه، فهي الماده نفسها بتطرد حراره فتحولت للايه؟ للحاجه دي. بس مالكش دعوه بقى باول حاجه خالص. اول حاجه دي شكل مختلف خالص غير اللي احنا بناخده ده. هنا انت بتشتغل على مادتين، بتشتغل على الميه والماده نفسها، انما فوق انت كنت بتشتغل على ماده واحده بس. وصلت الفكره؟ وده اللي بيلخبط طلبه كتيره. يقول لك انا مش فاهم هو كان بيعمل ايه فوق، وشغل دماغه بقى يقول لك يا مستر ما هو كان سائل حولته لصلب. ما انت عملته من المتهدرة اللي هو المائي. ما هو مائي يعني ايه؟ يعني في ميه، انما حولته للصلب خالص. ما هو عكس اللي كان فوق يا مستر. هي دي النقطه، واتحداك اذا كنت انت شفتها قبل كده او خدت بالك منها. طيب بص بقى اهو، يبقى لما نرجع يبقى العكس بقى. العكس، ركز بقى معايا. يبقى دلوقتي لو انت حطيت عليها جزيئات بعض المواد، لو انت حطيت عليها جزيئات ميه فبقى بص كده، بعض المواد لو انت حطيت عليها ميه فتطرد. انا كمركب اطرد الحراره اطلعها في الميه. انا كشطه نار لما تحط عليا ميه اطلع الحراره في الميه. حلو كده؟ فتعرف هذه المواد بالمتهدرته. انما لما بص كده، بتشيل مني الميه، يعني تسخني، عشان تشيل مني الميه يبقى انا بقيت غير متهدرت، لا مائي، يبقى انت شلت مني الميه. حلو. اللي بعده بقى تسخين عمليه مصر لايه؟ خلاص احنا خلصنا دي. ركز بالله عليك بقى كده. شايف انت كبريتات النحاس؟ بص كده، الغير متهدرتها يعني اللامائيه بتكون بيضاء. هيجي لك سؤال في الاسئله اللي احنا هنحلها تحت، هنحولها من البيضاء الى الزرقاء. من البيضاء الى الايه؟ الزرقاء. من البيضاء الى الايه؟ الى الزرقاء. طيب معلش بقى يا صديقي عشان المايك كان بيفصل يعني وكده، فاحنا ايه غيرنا المايك وكده. طيب تعالى بقى يا صديقي نكمل ايه الجزء اللي بعد كده. تحول كلوريد الكوبالت غير المتهدرة اللامائي الى كلوريد كوبالت متهدرة مائي. خلاص انا قلت لك الالوان دي فدي مهمه جدا. طيب هنا بقى، هنا لو انت جيت بصيت كده هتلاقي ده بيكون لونه ايه؟ بيكون لونه ازرق، صح كده؟ حلو. هنحوله لكلوريد متهدرة اللي هو بص كده، اللي هو المائي، اللي هو الايه؟ اللي هو لونه طبعا بيكون وردي او احمر، بس هنقول وردي يعني. كلام جميل. طيب خلي بالك بقى كده، الفكره كلها هو ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل لما انت تاخد الكلوريد بتاع الكوبالت الغير متهدرت، كلوريد الكوبالت الغير متهدرت، لما تبدا انك تضيف عليه قطرات من الميه، ايه اللي هيحصل له؟ انا ضفت عليه قطرات من الميه، يعني انا بعمل له عمليه بص بطرد الحراره. ركز معايا، يعني ايه طرد حراره؟ انا بطلع الحراره منه. بطلع الحراره من مين؟ الله يرضى عليك، هفهمك حاجه. بص يا صديقي، الموضوع كله علشان تبقى فاهم زي ما قلت لك قبل كده، في فرق ما بين التسخين والطرد والتبريد والامتصاص. انت بتمتص من مين؟ بتطرد من مين؟ انا بحط ميه فانا بطرد حراره من المركب نفسه. المركب نفسه بيطلع منه حراره. انا كمركب اهو بطرد الحراره اطلعها للميه. الميه كده بالنسبه لي بقت يعني المركب بقى كلوريد متهدرت. هو كمركب انا لما هطلع منه الحراره هو كده في اللحظه دي برد. هو المركب برد يا ابني، ركز معايا، المركب نفسه برد. فعلشان احوله من المتهدرت للغير متهدرت لازم اسخن تسخين علشان احوله من المتهدرت اللي هو البارد اللي فيه ميه. تقوم لما اسخن المركب ده يمتص الحراره اللي فيه، يقوم يرجع لاصله مره تانيه. كلام جميل. يعني يا مستر بس معلش انا اتلخبطت قوي، هو انت كده يا مستر قصدك ايه؟ انت مش بتقول المركب ده شط نار يعني بيخلي الحراره عاليه؟ وبتقول المركب ده منتوس بيخليها بارده؟ مين البارد؟ مين الحار؟ يا ابني بيخلي الحراره عاليه في اللي حواليه. يعني هات هيدروكسيد صوديوم حطه مع ميه، الميه بقت ايه؟ بقت سخنه. هات النيترات امونيوم حطها مع ميه، الميه بقت بارده. يعني انا دلوقتي لما اجي احل اسئله واجي اقول لك خلي بالك بقى كده، ايه اللي هيعمله؟ المركب كذا، تعالى كده، يعني مثلا تعالى كده، خلاص اهو حلو. مثلا كده نترات امونيوم، انا كنت بقول لك ده بيخلي الميه بص تحطه على الميه يخلي الميه بارده، فعشان كده هستخدمه في كمادات الضغط البارده. انما ده
بيكون كبريتات مغنيسيوم. ده كده بيخلي الميه ساخنه، فبستخدمه في مركبات الايه او كمادات كمادات الضغط الساخنه. هو بيسخن الميه، يعني بيطرد حراره، بيطلع حراره، فيقوم يسخن الميه. انت لما تحط فوقه بقى ميه، انت لما تحط ميه فوق المركب، مين اللي هيسخن؟ الميه اللي هتسخن. مين اللي هيسخن؟ الميه نفسها. انما المركب نفسه، انت مالك بالمركب؟ الوسط المحيط اللي بيسخن، اللي حواليه الميه باللي حوالين الميه. فيبقى انت المركب بتاعك نفسه برد، انت بقى برد. انا بارد، انا كمركب بارد، انا كمركب فيا ميه بقيت بارد، بقيت بارد، عايز تحولني للسخن، تعمل ايه؟ سخني. انا بقيت بارد، عايز تحولني للسخن، للي هو الغير متهدرج، سخني. فتقوم لما تسخني هسخن عن طريق ان انا امتص الحراره منك، انا كمركب ماليش دعوه بالميه. فالموضوع ميه ومركب، ميه ومركب. شوف انت بتحسبها بالنسبه لمين. اللي بعده بيقول لك ايه؟ يعني تخفيف الاحماض المركزه. بص، انا دلوقتي لو انت فاكر الترم الاول كنا بناخد مثلا ال HCl حمض الهيدروكلوريك، او كنا مثلا بناخد حاجه اسمها ال H2SO4. حلو كده، حلو كده. فالمركبات دي يا صديقي يعني المفروض ان هي مركبات مركزه، حلو، او مخففه. فالمخفف كنا بنقول عليه دل، والمركز كنا بنقول عليه ايه؟ كونك. صح كونك مركز. حلو. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ بيقول لك ما تحطش الميه على الحمض مباشره كده، عشان ما تعملش طرطشه كبيره جدا 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 تقوم تغرق كل الناس اللي حواليك. يعني انا في المعمل انا وزمايلي كنا مثلا بنعمل تجارب، فانا دلوقتي علشان ما اجيبش على زميلي، فانا دلوقتي لازم ابقى مركز، ولما اجي احط الحاجه بحطها بمصه كده او بايبت كده، وبنحط بكميات معينه، وما تكبش كده ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فالحاجات دي مركزه جدا، فما ينفعش تكب الميه على الحمض يقوم يعمل طرطشه ياثر على كل الناس. يبقى دلوقتي كده خلي بالك بقى كده، اوعى تضيف الميه على الحمض المركز عشان هتنطلق منه كميه كبيره من الطاقه. طبعا الكميه دي هتؤدي الى غليان فوري عنيف للميه، وهيحصل تناثر للرصاص بتاع الميه اللي في الحمض، فده هياثر عليك. ولكن انا دلوقتي عندي الميه اهيت اللي هو مثلا سي 100 مللي، هتحط عليهم الحمض كده اهو مثلا 10 مللي من الحمض، فتحطه بالشكل ده كده واحده واحده. ماشي، منطقي. يبقى بتحط ينقط الحمض على جدران الاناء، الجدار بتاعه كده، تقوم تنزل بالراحه كده. انا كان عندي حاجه ثانيه، لو انت هتحط مثلا 10 مللي ميه ل 10 مللي حمض مركز، ممكن تحط الميه عليه على فكره، بس بالراحه برده وتنقط على الجدار، ماشي، من وجهه نظري يعني ينفع. انما لو مثلا هتحط بقى 100 مللي ميه على 10 جرام، لا يا عم حط ال 10 جرام من الحمض اسهل يعني. كلام جميل. اللي بعده، العلاقه بين التغير الحراري المصاحب لعمليه الذوبان وكتله وكتله المذاب. كلام جميل. طيب بيقول لك ايه؟ خلي بالك، اصل الميه كل شويه بيفصل. ايه اللي بيحصل؟ العلاقه بين التغير الحراري. خلي بالك بقى كده. بص، انا دلوقتي لما كنت 1 جرام الحراره الابتدائيه بتاعتي كانت في كل 21، لما كنت 1 جرام بص لقيت الحراره النهائيه لما جيت اقيس بقى كده، لما دوب بص لما دوب كلوريد الليثيوم ماشي كده في 30 مللي من الميه. كلوريد الليثيوم يا صديقي نوعه ايه؟ متهدرج، طارد ولا مص للحراره. ركز معايا بقى كده، ركز معايا. بص كلوريد الصوديوم المتهدرج، ركز معايا كده اهو. كلوريد الليثيوم المتهدرج. مستر المتهدرج يبقى بيطلع حراره ولا بيمتص حراره؟ بيمتص الحراره. ايه ده يا مستر؟ ان ده ذوبان مص الحراره. ايوه. يعني بيعمل ايه؟ خلي بالك بقى كده، يعني بيقلل بص بيقلل الحراره. طب حلو. ايوه يا مستر، تعالى بقى افهم انا عايز افهم يا مستر. حلو. طيب هنا انا كنت عمال ابص كده واقول هو ازاي الحراره دي زياده، وشكيت في نفسي والله، بس هو قال لك الغير متهدرج. والله اصل انت بتفهم فاهمني، اللي هو اكيد مش غلط لان احنا شارحين منه قبل كده. فهو غير متهدرج يا صديقي عشان يطلع المعلومه صح كده. يبقى الواحد جرام بص ايوه بقى بكام؟ ب 25 ونص. طب لما زودت الجرامات بقى ب 30 بتزود درجه الحراره. ما هو ده تفاعل كده، الغير متهدرج يبقى مش ماس، ده طارد للحراره، يعني بيزود الحراره، يعني شط نار، يعني سخونيه. يعني دلوقتي لما كان واحد يطلع 25، طب 2 اعلى، طب 3 اعلى، طب 4 اكتر، 34 ونص، 39. بس اقول لك على حاجه، الزياده بنفس المقدار. هتقول لي ازاي؟ مش انت عندك درجه الحراره الابتدائيه 21، النهائيه بكام؟ في المره الاولى كانت ب 25 ونص، المره الثانيه كانت ب 30، المره الثالثه 34 ونص، المره الرابعه كانت ب 39. طب تعالى نحسب كده مقدار التغير
لما كانت 1 جرام كانت بكام؟ كانت ب 4.5. يبقى ال1 جرام دايما مقدار 4.5. حلو. لما كان ب 2 جرام مقدار التغير كان ب 9. حلو يا ابني، ما هو 9 ده معناها ان كل 1 جرام من ال 2 جرام ب 4.5. 4.5 4.5 9. طب لما 3 جرام يديك كام؟ يديك 13.5. يا ابني ما هو 13.5 دي معناها ايه؟ معناها ان كل واحد من ال 13، كل واحد من الجرامات بيديك 4.5 برضه. 4.5 4.5 9 و4.5 13.5. طيب دي بقى بكام؟ اللي هي ب 18. الاربعه بيديك 18، يبقى كل واحد من الاربعه ب 4.5 برضه. 4.5 4.5 9 و9 و9 18. طيب بص كده، يبقى كل ما كتله المذاب هتزيد، اذا ايه اللي هيحصل لمقدار التغير في الحراره؟ هيزيد مقدار التغير. يبقى العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه ولا طرديه؟ علاقه طرديه. فلما نيجي ناخد يقول لك اهو بص كده، مين المتغير الضابط؟ حجم الميه اللي هي المذيب كان مثلا 30 مللي. حلو، فده ثابت. مين اللي بيتغير؟ من المتغير المستقل؟ ان كتله الكلوريد بتاع الليثيوم الغير متهدرت مره 1 مره 2 مره 3 مره 4، فتؤدي الى تغير درجه الحراره. مره كانت بتكون ب 4.5، مره كانت بتكون بكام؟ مره كانت بتكون، لا يعني مش 4.5، مره كانت بتكون ماشي ممكن اقول مره كانت بتكون ب 4.5 ماشي، مره كانت بتكون بكام؟ ب 9، مره كانت بتكون ب 13.5، ومره كانت بتكون ب 18. مش بالظبط قوي كده، لان هو المفروض يعني ده المفروض يعني عارفين اللي هو الحراره النهائيه وبالتالي مقدار التغير. كلام جميل. فده اللي بيتغير. حلو. فلما يجي يقول لك ايه؟ ذوبان كلوريد الليثيوم الغير متهدر الطارد، لانه بيطلع مصحوب بارتفاع حراره. انت بتزود درجه الحراره بتاعت الميه. حلو، بتاعت المحلول، بتاعت النظام. حلو. طب بص بقى كده، كميه الطاقه الحراريه المنطلقه او الممتصه نتيجه عمليه الذوبان، بص يا اما الطاقه الممتصه او المنطلقه نتيجه الذوبان بتتناسب طرديا مع الكتله. يبقى كل ما الكتله تزيد فالحراره المنطلقه يا اما هتزيد يا اما الحراره المنطلقه هتقل. يعني بص يعني الحراره المنطلقه او الممتصه يا اما تزيد يا اما دي تزيد يا اما، يعني فاهمني؟ يعني لو ده زاد يبقى ده زاد، طب ده لو ده قل يبقى ده قل. يبقى الكتله زادت يبقى ده تزيد، الحراره المنطلقه والممتصه. طب الكتله قلت يبقى الحراره تقل اللي هي المنطلقه او الايه او الممتصه. ماشي، كلام جميل. انا مرعوب اقسم بالله ان ده يفصل. كلما زادت كتله ملح كلوريد الليثيوم الغير متهدر، كل ما هتزيد الكتله. طرد ولا مص الحراره؟ بتطرد. خلي بالك بس يعني حرارتك انت شط نار، انت غير متهدرت فتبقى شط نار، يبقى بترفع درجه الحراره، يبقى هيزيد مقدار الارتفاع في درجه الحراره. يبقى كلما زاد مقدار الارتفاع في درجه الحراره. يعني لما كانت 2 جرام فالارتفاع في الحراره كان كام؟ كانت ب 9. لما بقى 4 بقى 18، لما بقى 6 بقى 27. كل 1 جرام ب 4.5. ماشي. طيب اهو كل ما تضاعف الكتله، كل ما تضاعف كتله الماده، كل ما هتؤدي الى تغير درجه الحراره بنفس المقدار بتاع الارتفاع. يعني كنت 2 كنت 9، لما كنت 2 بقت 9، طب بقيت 4 ضاعف، يبقى كنت 9 يبقى 18، طب بقيت 6 ضاعف. وصلت؟ طيب بعد كده بيقول لك الجدول المقابل يوضح مقدار التغير في درجه حراره الناتجه عن ذوبان كتل مختلفه من ملح كبريتات البوتاسيوم في نفس الحجم من الميه. حلو. بص عينيك على السوالب يا صديقي. مقدار التغير بالسالب تفاعل طارد ولا ماس؟ انا قلت لك ان الدلتا بتساوي سالب يبقى تفاعل ماس الحراره. اذا ده تفاعل بيقول لك هل هو طارد ام ماس؟ هتقول له ماس الحراره، لان بص كده، بص يصاحبه انخفاض، لان انت بريت انخفاض في درجه حراره المحلول، لان الدلتا دي باشاره سالبه، انت بتخفض الدرجه بتاعت المحلول. كل ما الكتله تزيد كل ما هتقلل، كل ما الكتله تزيد كل ما يصاحبك انخفاض اكتر في درجه الحراره بتاعت المحلول. كلام حلو. طيب اهو بص كده، كل ما الكتله تزيد كل ما هيزيد المقدار بتاع الانخفاض في درجه الحراره. وده اللي انا استنتجته من الشكل اللي قدامي. حلو ماشي. بيقول لك بقى هناخد حاجه اسمها كمادات. طيب المفروض كانوا يحطوا هنا صور بس ما حطوهاش، ما علينا. طيب الكمادات، اولا كده الكمادات الضغط الفوريه البارده والساخنه. بص يا صديقي، انت بتروح للصيدليه تقول لهم عايز كمادات بارده او سخنه. كمادات. حلو. الكمادات دي ادي الكيس اهوت. فالكيس ده خلي بالك بقى كده مرن جواه ماده كيميائيه. الماده الكيميائيه دي ممكن تكون يا اما كبريتات مغنيسيوم فتقوم تديك ماده سخنه، او اما كنترات امونيوم فتديك ماده بارده. حلو.
اللي بيحصل الماده دي ترج فالكيس الرقيق، وبعد لما تضغط عليه كده، تضغط عليه كده يقوم يتفتح الكيس، يتمزق الكيس بالضغط عليه، فيتفتح الماده اللي موجوده دي تتفرد في قلب الميه. لو هي حاجه يعني لو هي حاجه بتطرد الحراره، او لو هي حاجه بتطرد الحراره يبقى شط نار يتسخن الميه. لو هي الحاجه بتمتص الحراره، الحراره تقوم تبرد الميه، تبقى كمادات بارده. حلو. فيا اما كمادات ساخنه يا اما كمادات بارده. لو كمادات ساخنه يبقى فيها ماده طارده للحراره. طب امتى تستخدم الحاجه السخنه؟ انت دلوقتي طول اليوم شغال وطالع عينيك وتعبان وعامل وتلاقي عضلات جسمك متدمره، عايز حاجه تفكها، مش تكلبشها، تفكها. فانت عايز بقى حد يعمل لك مساج كده. ايوه المساج ده احنا ممكن نستخدم، يقول لك خد شاور سخن يفكك لك العضلات كلها. فيقوم بص كده، لانها بتروح توسع الاوعيه الدمويه اللي رايحه توصل للعضلات، فتعمل على ارتخاء العضلات وتخفف الالم. يبقى ترتخي العضلات المنقبضه. انت لما هتروح لحد العضله دي هتوسع الشرايين، فتزود الاوعيه الدمويه، توسع القطر بتاعها، تقوم توصل كم اكبر من الدم والاكسجين ليها، فتقوم العضله تحس انها مرتاحه وارتخت كده وريلاكسيشن، فتبعد عن الايه، يعني تلاقي الدنيا بقت حلوه. طيب هنا بقى انا قلت لك نترات امونيوم بيخليها بارده، يبقى بيمتص الحراره. تمام كده؟ تمام. طيب بعد كده هو هيفصل دلوقتي، انا عارف، انا فاهم هو عايز يعمل ايه. فاحنا نعمل ايه بقى؟ نجيب المايك التاني ماشي، ونشيل ده خالص ماشي، مش محتاجينه خلاص، ده احنا محتاجينه، ده حلو، ده عسل ده. المهم ايه اللي بيحصل بقى؟ بص بقى كده استخدامها. تقول لي طب ما كنت استخدمت ده يا مستر من الاول، ما هو في شحن. لا ما كنت بشحنه والله يا صديقي. استخدامها بقى بارده. يعني ايه بارده؟ بص يا صديقي، لما يحصل لك جرح، يحصل لك قطع، تلاقي في تورم حصل، يقول لك روح هات كيس مش عارف باميه من عندكم من الفريزر عشان نحطه على الجرح، هات اي تلج، هات اي حاجه فيها تلج وحطها على الجرح ده، هات اي كيس اي حاجه ماشي كده. فايه اللي بيحصل؟ لازم تعمل كمادات بارده عشان تقلل التورم. طب يا مستر هو التورم ده بيحصل ليه؟ علشان المناعه بتاعت جسمك، فيقوم يحصل التورم. لما يحصل تورم ده معناه ان حصل ان الاوعيه الدمويه بدات تروح وتودي دم كتير جدا للمنطقه دي، زياده الامداد الدموي في المنطقه دي بحد كبير جدا. فبالتالي انا يا مستر لما ودت امداد دموي كتير جدا للمنطقه دي، هو ايه اللي حصل؟ ايوه ما هو الامداد الدموي الكتير ده حلو جدا، والله حلو جدا عشان المناعه بتاعتك، فيقوم يعمل تورم. ويقوم لما يعمل تورم، انت كنت مثلا الميكروب هيخترق الجلد اللي هو سمكه كده، انا لما زودت سمك كده مثلا فبقى صعب على الميكروب انه يخترق. يعني الاختراق انت زودت تورم، برضو الميكروب اللي جاي بعد كده مش هيقدر يدخل بسهوله. الحاجه الثانيه انت بتودي دم كتير هناك علشان تودي خلايا مناعيه. انا بفهمك الموضوع حلو. فانت دلوقتي بتستخدم بقى المضادات البارده عشان تقلل التورم ده، بمعنى اصح تضيق الاوعيه الدمويه اللي رايحه للمنطقه دي، فتلاقي الورم هيقل، لان انت هتقلل من معدل تدفق الدم من المنطقه دي. لو ما كنتش شرحت لك حته المناعه ما كنتش هتفهم. طيب يلا يا صديقي، كل ما يلي من عمليات مص الحراره. رقم 2 حل يا صديقي، سبت لك سؤال فوق. عمليه الذوبان عمليه ايه يا صديقي؟ قد تكون طارده او قد تكون مص الحراره. حلو. طيب بعد كده بيقول لك عند اضافه قطرات من الماء حلو الى كبريتات النحاس اللامائيه، ما هي الغير متحدرته، اللي هي كان لونها ماشي، هنحولها من اللون ايه للون ايه؟ من اللون الابيض الى اللون الازرق. كان لونها ابيض في الاول، حولناها للون الازرق يا صديقي. طيب بعد كده رقم 3 يا صديقي، والله لك الحمد خلصنا المحاضره على خير بفضل الله تعالى يا صديقي، بعد كم المعاناه اللي احنا عانيناها عشان نصور لك المحاضره دي ورحله التعب بتاعتنا. فيعني ديالنا كده ربنا يشفينا على خير. يعني ما تنساش طبعا تكتب لي رايك في الكومنتات، وان شاء الله مزيد من التطور والتقدم باذن الله تعالى في المرات القادمه. انا كنت راضي قوي عن المحاضره من وجهه نظري، لان انا حاسس ان انا فصلت فيها في كام مره وانا يعني فاهمني رايح جاي دلوقتي هتلاقيني مش عايز انام، مثلا تعبت بقى خلاص، يعني فصلت قوي. انا بحسسك بالمعاناه اللي انا بعانيها، يعني ما بحبش ده، بس انا بحسسك بكده عشان انت تقدر ظروفي، ان انا اكيد والله العظيم ما متاخر عليك، بحب انزل لك محاضراتك في وقتها. ان زيكم زي طلاب المنصه بالنسبه لي دي حاجه ودي حاجه خالص. انا عامل هناك نظام، فالنظام ده مختلف، يعني حتى طلاب المنصه ما بيزعلوش ان انا بنزل يوتيوب، بالعكس ده هم بيستفادوا كمان من اللي انا بنزله. انا بعتبر ان كل طالب فيكم برضه بياخد درس، يعني انت مش بتسمعني مكتفي بيا. لو انا كافي جدا لو انت مش قادر تعمل ده، لو انت ركزت ماشي، بس انت محتاج حد بقى يشدك، يديك امتحان تسميع مش عارف ايه الحاجات دي كلها. وبس كده يا صديقي، اتمنى تكونوا يعني بخير حال،
ودمتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام يا صديقي.